مرحبا يا حلوين، شلونكم؟ رجعت لكم بفيديو جديد، اتمنى يعجبكم. اليوم راح اشارك وياكم طريقة تنظيف الممبارات او الباتشة. هنا عندي 3 كيلوات ممبارات. اول شي راح اقطعها، قطعوها على الحجم اللي انتو تريدوها كطول. هسه راح اخذ وحدة وحدة انظفها بالسكين، اقشطها زين من الوسخ مالتها. الباتشا من الاكلات الطيبة بس شغلها كلش متعب. انا تقريبا طولت بيها 3 ساعات على ما خلصت تنظيفها كلها، بس ما حبيت اضوجكم بالفيديو الطويل، اختصرت كلش بالفيديو. هنا بنتي حبت تتعلم شوية وهم تساعدني، قالت ماما انطيني وحدة خليها اجربها. هنا خلصت اول جهة تنظيف، اغسلها زين بالماء، بعدين اضيف طحين، افركها زين بالطحين، ابقيها شوية وارجع اغسلها. ورا ما اغسلها من الطحين اضيف لها لمندوزي وملح، افركها زين بالملح ولمندوزي، اول مرة ملح بعدين مرتلخ لمندوزي اخلي. ابقيها تقريبا 5 دقائق بالملح لمندوزي، بعدين ارجع اخذها زين بالماء واقلب الممبارات على مود انظف الجهة اللخة. أعرف كلكم معدلات، تعرفون كل شي تسوون أكل، أطيب الأكلات وأحسنها، بس أنا أحب أشارك وياكم الأكلات على طريقتي، واللي ما يعرف يتعلم يستفاد من الفيديو. بالنسبة إلي هاي الكمية راح أقسمها لقسمين، قسم راح أطبخها، قسم راح أخليها بالفريز، أي وقت أحتاجها أطلعها نظيفة وأسويها. أنا غسلتها وهذا شكلها النهائي طلع. أنا مخلية كراعين اللي هي رجلينات البقر على النار، أخليها تفور وأذب بالماي مالتها وأخذها بالماي زين، وأرجع أخلي ماي جديد إلها على مدة تروح الزفارة. وأحب أخلي وياها بصل، ثوم، قرنفل، هيل، مراتي إذا عندي ورق الغار أخلي على مود تنطي نكهة للحم وهم تروح الزفارة مالتها.
هنا عندي لحم مثروم وثوم أخليه وفلفل أسود وملح، بس هاي البهارات اللي أخليها، بس فلفل أسود أخلي، ما أخلي أي شي لا وياها، وأكثر الثوم. هنا خلينا التمان وياها ودا نخبطه، وماما راح تساعدني الله يحفظها بالحشو لأن كنت حيل تعبانة فساعدتني بيه. أخذت من ماي اللحم وضفت عليه ماي وملح وثوم وقرنفل وهيل، خليته على النار على مود يفور، أخلي عليه الممبارات. هسه الممبارات جاهزة، بس كل ممبار قبل لا أخليه أثقبه بالسكين على مود يستوي التمن من الداخل، أخليه بالنار. أتمنى تعجبكم الطريقة وتجربوها، لا تنسوني بالاشتراك واللايك. مع السلامة.